لو اتعلمت الدين من تحت ايد واحد متشدد هيطلع فكرك انت كمان متشدد، ومش بعيد يجي عليك اليوم اللي تكفر فيه الناس وتحكم عليهم بانهم من اهل النار والعياذ بالله. ولو اتعلمت الدين برضو على ايد واحد متساهل هتطلع متساهل في كل حاجة تحت شعار الدين يسر. الموضوع ابسط من كده، وعمر الدين ما هيقولك ما تعيش حياتك واقفل وضيق على نفسك لحد ما تتخنق. اركان الاسلام معروفة، واعرف ان اول حاجة بتتشاف من اعمالك يوم القيامة هي الصلاة. لو صلحت اعمالك. صلي الصلاة في وقتها، صوم رمضان بشكل صحيح، واظن انت فاهم يعني ايه بشكل صحيح. لا تشتم ولا تتخانق ولا تعمل اي حاجة انت عارف انها غلط. طلع زكاتك لو عندك مال، طلع صدقة حسب مقدرتك للي محتاج. معاك فلوس تحج، توكل على الله. مش متاح معاك تكاليف الحج، تقول لنفسك والله لو استطعت أدائك ما تركته. أدي فروض ربنا واجعل ذكره على لسانك كل ما تكون فاضي. استغفر، توب إلى الله، وعيش حياتك واخرج وتفسح واضحك. ما تروحليش أماكن تاخدك لسكة وحشة وتقول لي أنا صليت وبتفسح. فهمني طبعا، الدين مش معناها إنك تقضي عمرك كله ساجد. والإمام علي رضي الله عنه قال: روحوا القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت، يعني ملت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ساعة وساعة، يعني ساعة للدين والعمل والجد، وساعة للدنيا وأعمالها. التشدد معناه أنك بتخنق نفسك واللي حواليك، وفي النهاية أنت مش صغير وعارف الصح من الغلط. الحلقة الجاية إن شاء الله هحكي لكم عن رؤيتي للنبي في المنام. ربنا يكتبها لنا كلنا إن شاء الله.